اهلا بيك. كنت عايزه اسال حضرتك، انا سمعت وانا وداخله من بره ان الرئيس موجود، لكن لما دخلت هنا البعض قال ان هو مش موجود. فحضرتك ايه معلوماتك عن الموضوع رغم ان هو كان المفروض ميعاد وصوله الساعه 5؟ انا اعتقد ان لان انت عارف ان الوقت ده بالذات في طيران كتير نازل للرؤساء استعدادا للدوره 73 للجمعيه العامه للامم المتحده، فتلاقي التوقيت بتاع الطياره جه مع توقيت طيارات كتيره للنزول للهبوط، فاعتقد ده السبب التاخير. طيب في سؤال تاني حضرتك، انا عرفت انك جاي من الشارع اللي كان واقف فيه المصريين والتقطت بعض الصور لاعداد المصريين الموجوده، ولاحظنا وانا جايه ان الاعداد قليله نسبيا عن الاعوام الماضيه. هل حضرتك اي تحليل عن هذا الوضع، او انهم هل منظمين مثلا مظاهره فيما بعد؟ ايه اسباب تناقص اعداد الاقباط اللي بينتظروا البابا هذا العام؟ هو طبعا ما نقدرش نقول اقباط بس، هما بيبقوا اقباط ومسلمين. تمام. احنا في الاول ما كناش في حاله استقرار في البلد، فدلوقتي بعد الاستقرار الامني والمشروعات الاقتصاديه اللي ابتدت تنشا ويظهر نتائجها على السطح، ابتدى المواطن المصري بالخارج وبالداخل عنده الطمأنينة تجاه اعمال الرئيس، فاصبح ان خروجه لتدعيمه زي الاول فقدنا هذا الشيء. ليه؟ لان احنا بقينا واثقين في رئيسنا وواثقين في اعماله، فاصبحنا في حاله استقرار نفسي. يعني مجرد زيارة دبلوماسية زي أي الزيارات التي لا تحتاج دعم. لأن هو اوريدي دلوقتي واخد دعم عالمي، دعم دولي، المجتمع الدولي أصبح بيؤيد سيرة الرئيس في جميع أعماله وإنجازاته. طب حضرتك، وماذا عن ربط تناقص الأعداد بما جرى في المنيا والغضب الأقباط المهجر على تردي الأوضاع في بعض محافظات الصعيد، وهو الأمر اللي بيحسوا فيه إن في مسؤولية تقع على عاتق الأجهزة الأمنية؟ ربما تناقص الأعداد يعد بعض الشيء، يعني يعد احتجاج صامت. اعتقد ان حضرتك قلت المنيا لكن لم تثيري او تقولي محافظات اخرى، يعني اذا الموضوع موضوع بؤره معينه موجوده في المنيا، غير المنيا اعتقد مفيش مشاكل. لا، في، بس اللي ظهر في المرحله الاخيره المنيا، يعني المنيا ملتهبه دائما. احنا في حياه في عصر الرئيس، انا بعتبر افضل عصر للاقباط في مصر في عهد الرئيس السيسي. ليه؟ لأنه عمل إنجازات كتيرة للأقباط وإحنا لا ننكر هذا. أولاً إحنا استلم الرئاسة وفي 80 كنيسة اتحرقت. الراجل قام وبنى ال 80 كنيسة ورمم الكنائس اللي عايزة ترميم، وغيرنا من قانون الكنائس، بقى أصبح الكنائس فيها سهولة ويسر أكتر من الأول. الحاجة التانية إن مشكلة الأقباط في المنيا دي بتبقى مشكلة قبلية، مشكلة طار، مشكلة مش داخلة فيها الدين اكتر ما داخل فيها الناحيه القبليه. يعني حضرتك شايف ان مفيش مشاكل بيعاني منها الاقباط؟ لا، في المنيا. مش معنى هذا ان انا بنفي عدم وجود مشاكل، لكن وجود المشاكل في طريقه للحل. لان احنا كنا زمان بنعتمد في حلولنا ايام الرئيس جمال عبد الناصر، ايام الرئيس السادات، حسني مبارك، كانوا بيعتمدوا على المسكنات. الرئيس السيسي بيعتبر دلوقتي ان هو بيحاول يحل المشاكل جذريا بحيث ان لا تعود هذه المشاكل للطفو على السطح مره اخرى. شكرا جزيلا استاذ محب غبور، معكم في فيديو قادم حتى وصول الرئيس. شكرا.